السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت وياكم بفيديو جديد، والفيديو اليوم راح يختص بالسمك. ان شاء الله راح اعلمكم طريقة تتبيل السمك وقليه. اول شي راح احتاج الى ملعقتين اكل ملح، وملعقتين اكل فلفل اسود، وملعقتين اكل كركم. طبعا راح احتاج الى دبس الرمان، وان شاء الله راح اعلمكم الطريقة باي شيء يستخدم. طبعا هنا عندي سمك الزبيدي المعروف بالبصرة والعراق كله طبعا. غسلته ونظفته وملحته وعملت به فتحات على مود يكون سهل بالقلي. انت اخواتي العزيزات، بعد ما تبلت السمك بالملح وخليته تقريبا 3 ساعات غسلته، وهسه راح اقوم بتتبيلة هذه الاسماك. راح اخذ هذا اللي قلت لكم عليه سابقا، اللي هو الكركم والفلفل الاسود والملح. راح اضعها بنص السمكة هذا الطريقة. اكو هواي يستخدمون طبعا بهارات غير شيء بهارات السمك، واكو شغلات همين، بس انا ما احب استخدم غير الكركم والملح والفلفل الاسود، راح يعطيها طعم اكثر. هاي طبعا طريقة اهل البصرة. طبعا راح استخدم هذا الدبس الرمان اللي تكلمت عنه سابقا. راح اقوم بتلويث السمكة من الخارج حتى من اقليها اخواتي تعطيني الشكل على شكل اسمر، ما تعطيني الشكل الابيض. اكو هواي يستخدمون دبس الرمان او يستخدمون المعجون الاحمر، او يستخدمون تمر الهند، بس احنا طريقتنا بدبس الرمان او تمر الهند تقدرون نفس الشيء. هذا بعد ما لوثتها من الوجهين راح احتاج الى الدهن. هذا الدهن غزير حتى اقلي به السمكه. طبعا تاخذون مقدار كبيره شوي، تكون الطاوه مالتكم حتى تكفي السمكه. اكو هواي يخافون خواتي انه يستخدمون سمكه كامله بالقلي، بس اقول لكم لا تخافون، اذا تاخذون مقدار كبير الطاوه راح تتقلى على قدها تصير. راح اراويكم الطريقه معنات. هسه هذا الدهن اللي احتاجيته قلت لكم شوي الغزير يكون، بعد ما سخنت عليه النار. راح احتاج هذا الكركم والملح والبهارات اللي بفضل ما راح اذبه، راح اخليه بالدهن. راح استخدم هسه السمك بالقلي. راح اراويكم الطريقه شلون تقومون بوضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بنات لا تخافون، راح لما يصير شكلها اسود من تحت راح تخلوها تقلبوها على جهه ثانيه. اخواتي العزيزات، بعد ما انتهيت من قلي السمك وطلع بالشكل هذا النهائي اللي قلت لكم راح يكون مايل الى اللون الاسمر او اللون الداكن. اتمنى ان ينال اعجابكم هذا الفيديو، اللي هي طريقة قلي السمك على الطريقة البصراوية. انتظروني حبايب في فيديو قادم من مطبخي المتواضع، مطبخ سرى.